نسمع احلى هالهولة. عرس فادي وهادي. لا بترجاكن قولوا لي هيدا مقلب. كيف يعني عرس هادي وفادي؟ اكيد قصدن عرس هادي وفادية. كيف يعني صبيان صغار، ولدين ذكرين رجلين تجوزوا؟ كيف يعني؟ بعدين وين اهلن؟ كيف اهلن قبلوا بهيك شي؟ المصيبة انه عاملين لهم حفلة عرس كأنه عرس طبيعي، كأنه بنت وصبي تجوزوا، مش كأن صبي وصبي تجوزوا. بعدين شوفوا هالعالم عم يرقصوا ويغنوا ويحتفلوا عادي ولا كأن في شي غلط بالموضوع. هلا فهمت. هادي وفادي ما تجوزوا بعض، هادي تجوز بنت وفادي تجوز بنت تانية، بس قرروا يعملوا لهم عرسهم مع بعض، عرس جماعي. بس وين المشكلة برأيكم؟ المشكلة انه عمرهم 13 سنة، يعني بس يصير عندهم اطفال بعد سنة بصيروا يروحوا هن وياهم على المدرسة ويحفظوا جدول الضرب مع بعض ويحفظوا دروسهم مع بعض. طيب اوكي، شفنا العريس، هلا صار عندي فضول وحشريه اني اشوف شكل العروس. يعني اذا العريس عمره 13، العروس البنت بيطلع عمرها 3 سنين، بتكون تاخرت على العرس لانه بعدها عم تشرب الحليب. مثلا انا لما كان عمري 13 كنت بعدني بلبس الحفوضه، ما كنت مجوز، وهلا عمري 55 سنه وبعد ما تجوزت.